45. أيوة. قال يقول بن شرمان يا ما بحالي غنيت من ضيق عن عدم الاتساع، ما شبنا خصة ولو قل مالي، ما نحسب الدنيا هي إلا متاع. لا ذكرت الوقت لي قد مضالي، يوم الغنم والذيب مرة ارتاع، واليوم لا راحة ولا قلب سالي، والعاد شي هيبة ولا طول باع. قد خربت الدعوة مع ما جرالي، بعد الكهرب ذيك جتنا الشماع، واللي يجيب الصدق قالوا مغالي، كرامة بنادم رخيصة تباع. ذا قول من شاعر يجيد المقالي، نظرته ما تخطي قوي الاطلاع، من جور ذه الايام هي والليالي، ترح شاي ممروسه وكبدي مياه. ساعة نظرت الغول ذي في الجبالي، تحت عرب يرمي عليهم قلاع، ويحكم العالم بقوه وفيته، وقد خالفه الراي كم من شجاع. ما بنت من لكديش تحتاج صالي، فكت في المنعة غنمها شباع، وبحجة المنقود ذه ما تبالي، بركت على الجوان وارض المناع. قد لبست البرقع وبالراس شالي، لكن بفضل الله طاح القناع. لنا مع الوحدة ولا بمفصالي، مقصودنا العزة نبغى الارتفاع، وان كان في الوحدة ناشان عالي، بقول وحداوي لما النخاع. وحده بدون العدل هذا محالي، شطري مع شطرك تنذى وضاع، ذا لونها اسود وذا برتقالي، وذا جذع سنه وهذا رباع. بقول هو بصدق رغم المرارة، نحن توحدنا بدون انتفاع. ومن هنا يا ناس يبقى سوالي، هل بيعيش الحر بين الرعاع؟ هم نهبوا الثروات ذي في وطننا، واصحابها في لصم ظلوا جياع. راحوا وتركوها كما ابن هلالي، من ضمنهم هيثم وزير الدفاع. ذالي حصل معنا بواقع وصوره، لما متى وحنا نعيش بضياع. شوف باجي بعد الوقت قالوا تكبر، قصده يبقى يطغى على بالقفاع، يستعرض القوة مع ضغط عالي، والنفس معتادة على الابتلاع، عنده عمى في القلب وعمى بصيرة، حتى ولو بانت عيونه ساع. وبالقفاع يقول ما دن راسي ما عمرها لا سات، تخشى الضباع، ترى حمير الوحش ذي في البراري، حاشا وكلا تخيف السباع. والصلح يستدعي لا شخص ثالث، لابد من لجنة لحل النزاع، ولا بلا لجنة ولا حكي فاضي، نعرف مخارمنا ونعرف منباع. والأمر واضح به الكل يدري، ليش التجاهل ذا وهذا الخداع، إلى متى هذا الوضع طول وطالي، ذا يشتري فينا وهذاك باع. شعب الجنوب يقول يا أهل الشمالي عن مركب الوحدة طوينا الشراع، 9 والعشر الأعوام يكفي، بعد العناق الآن حان الوداع. ذا رأينا في الأمر أول وتالي، وذا مشاعرنا مع الانطباع. شوف حبة البندول ضد الحرارة، والراس منه يزول الصداع، إن حد حكم بالصدق ولا حكمنا، ما شيلكم في الأرض طرح الذراع. بختم بذكر الله مولا بلالي، ذي قس كان طيبة بخير البقاع، والآل وأصحابه أعداد الرمالي، ذي هم على السنة في الأمر المطاع. صح لسانك. نعم مضبوط.